كل سنة وانتم طيبين. كحك العيد على البارد، وهو دوت كحك المحلات للي دايما بيدور على طعم الكحك الجاهز. طبعا مكوناته معروفة، وهنعمل مقدار كيلو واحد. في الفيديو هقول لكم على المقادير بالكوبايات وبالجرامات، وبرضه هكتبها لكم بالجرامات، وده الأهم. أنا دايما بقول لكم إن الكحك بالذات لازم ميزان، معيار الكوب بيفرق، حتى لو هتستخدموا نفس الكوباية أو حتى لو هتستخدموا نفس الأكواب المعيارية، برضه المعيار هيفرق. حضرنا قبل كده الكحك المقدوح أو السخن، ودلوقتي بنحضر على البارد، وفي آخر الفيديو هقول لكم رأيي في الاتنين، بس الأهم إن الكحكاية هتطلع معاكم دايبة بس متماسكة في نفسها. هقول لكم كمان مدة التسوية سواء للمحشي أو السادة، وهنحضر كمان حشوتين، العجمية والملبن، والاتنين أسهل من بعض، وكمان الكحك هيطلع معاكم مظبوط من غير ما الحشوة تنشف جوه الكحكاية، وإزاي كمان يفضل محافظ على النقشة بتاعته، وإزاي الحشوة ما تخرجش منه. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. أول حاجة هنحضرها مع بعض هي حشوة العجمية. معلقتين كبار من السمنة، وهسيبهم كده على النار لحد ما يدوبوا، وبعد كده هضيف معلقتين كبار من الدقيق. هقلب كده تقليبة حلوة، وبعد كده هضيف كوباية إلا ربع من عسل النحل. هفضل كده أقلب لحد ما القوام يتقل شوية معايا. كل شوية بعمل خط في النص، طول ما هو سريع وبيوصل كده لبعض بسرعة يبقى كده القوام لسه خفيف. لو كده الخط دوت وصل لبعض بصعوبة شوية يبقى كده القوام مظبوط. هرجع أضيف معلقتين كبار من السمسم، نص كوباية من عين الجمل المفروم، وأقلب كده لمدة دقيقة. اجيب بقى طبق واسع شويه واحط فيه حشوه العجميه واسويها كويس جدا، واسيبها بقى كده لحد ما تبرد تماما. ودلوقتي نحضر مع بعض الملبن. معايا قالب كامل من الملبن، طبعا بيكون خاص بالكحك مش اللي هو خاص بالاكل، وانا شرحت لكم ليه بالتفصيل في الفيديو بتاع الكحك المقدوح. هضيف كده على الملبن معلقه كبيره من السمنه، ومعلقتين كبار من السمسم المتحمص، واختياري معلقه صغيره من المحلب. وهخلط كل المكونات مع بعض لحد كده ما الملبن يكون طري جدا معايا. هشكل بقى بعد كده الكرات، اهم حاجه ان الكرات تكون صغيره او على حسب حجم الكحك اللي انتوا هتعملوه. كده خلاص الملبن بقى جاهز. العجميه كمان بردت معايا، بس زي ما انتوا شايفين طريه جدا كده مظبوط قوي. برضو هشكلها على شكل كرات، بس اهم حاجه برضو ان الكرات تكون اصغر من كده شويه، لان انا رجعت صغرتها عن كده شويه. كده خلاص الحشوات بقت جاهزة. نيجي بقى دلوقتي لخطوة الكحك. معايا 550 جرام من السمنة كانت في التلاجة، ما كانتش متجمدة في الفريزر. 550 جرام يعني كوبايتين كبار ومعلقتين كبار. 550 جرام من السمنة يعني كحك دايب وفي نفس الوقت متماسك. 500 جرام بس يعني كحك يكون فيه سنة قرمشة بسيطة. 600 جرام يعني كحك دايب جدا. أهم حاجة بس إن احنا نستخدم نوع كويس جدا جدا من السمنة، والخطوة دي أكيد انتوا فاهمينها كويس قوي. معايا كمان تلت كوباية من السكر البودر الجاهز. سواء بقى هنعمل الكحك على ايدينا او في العجان، الكحك اساسا سهل جدا وبسيط، هو اهم خطوة فيه بس هي خطوة البس. هحط كده السمنة بتاعتي في الحلة بتاعت العجان وعليها السكر، وهستخدم الويسك بتاع العجان، وابتدي بقى دلوقتي اضرب السمنة مع السكر كويس جدا 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 لحد ما القوام يكون عامل زي الكريم شانتيه بالظبط. بصوا بقى خفيف ازاي، واللون بقى فاتح جدا ازاي، كده مظبوط قوي. معايا بعد كده كيلو كامل من الدقيق، اهم حاجه تتاكدوا ان هو 1000 جرام. كمان هنستخدم دقيق خاص بالكحك وبالبسكوت، انا بستخدم النوع دوت من الدقيق وبيديني نتيجه كويسه جدا، بس هو طبعا ما كانش 1000 جرام، فعلشان كده رجعت زودت الكميه. كيلو الدقيق يعني 7 كوبايات ومعلقتين كبار. هضيف ربع كوبايه من الحليب البودر، ذره من الملح، 3 معالق كبار من السمسم، واختياري معلقه كبيره من المحلب، ومعلقه كبيره من ريحه الكحك. اللي مش بيحبهم يشيلهم، بس انا بحب جدا ان الكحك يكون ليه طعم وريحه. هقلبهم كويس جدا، واجيب بقى كده السمنه اللي احنا ضربناها واضيف عليها كل كميه الدقيق مره واحده. نيجي بقى دلوقتي لاهم خطوه في الكحك، وانتوا عارفينها كويس جدا، هي بس الكحك. انا هستخدم طبعا اداه الكف ديت، وهسيب كده الكحك يتبس كده لمده ما تقلش عن 10 دقائق علشان هستخدم العجين. لو انتوا بقى هتعجنوا الكحك على ايديكم يبقى هتبسوا الكحك كده لمده ما تقلش عن ربع ساعه، ودي اهم خطوه. معايا كوبايه كبيره من الميه الدافيه وعليها معلقه كبيره كده من الخميره الفوريه، قلبتهم وسبتهم شويه مع بعض. بصوا بقى كده العجينه ابتدت تلم معايا. انا بسيت بقى العجينه مده ما تقلش عن 10 دقائق. بصوا بقى القوام بتاعها طري ازاي، حلو جدا. هرجع بعد كده اضيف بقى الميه والخميره كلها مره واحده، انا عارفه ان المقدار كده كويس جدا، ويا دوبك بس العجينه تلم معايا من غير ما نعجنها كتير. انتوا هتحسوا كده ان العجينه مقطعه في بعضها، بس هو دوت القوام المظبوط.
اهم حاجه نمسك كده حته صغيره في ايدينا ونشكلها على شكل كوره ونضغط عليها كده بالراحه، مادام ما اتقطعتش ولا شققت من الجوانب يبقى كده القوام مظبوط جدا. انا لا زودت معلقه ميه ولا زودت معلقه سمنه، المقدار من البدايه كان مظبوط جدا. بوزن انا الكحك بتاعي وزن 15 جرام، الحجم ده كويس جدا لانه طبعا بيرجع بعد كده يكبر شويه في الفرن. بستخدم طبعا الميزان علشان كله يكون قد بعضه، او حتى كده بمجرد النظر. بكورهم كده على شكل كرات، وبعد كده بقى علشان نحشيه باخد كل كوره واعمل كده حفره في النص واحط الحشوه بتاعتي، وزي ما قلت لكم قبل كده خلوا كده ان الحشوه تكون اصغر من حجم الكحكيه. نيجي بقى دلوقتي لمرحله التشكيل، ممكن بالبصامه او بالمنقاش زي ما انتوا عاوزين. انا عملت صاجين بالبصامه وعملت صاج واحد بالمنقاش زي ما تحبوا. اللي بالمنقاش برضو سهل جدا وبسيط، باخد كده كل كوره واحط الحشوه وبعد كده اكورها على شكل كوره، واخد الكوره بقى كده واحطها على اطراف صوابعي علشان بعد كده لما انقلها النقشه ما تروحش كده من ان انا انقلها من ايدي على الصاج، وبعد كده بقى انقش زي ما انا عاوزه. احطها بقى كده في الصاجات وبدون اي تخمير خالص، هيدخل الفرن درجه حراره 180 على الرف الاوسط، وهيقعد بالظبط كده ربع ساعه. بصوا عليه من تحت، مادام اخد لون ممكن تشغلوا الشوايه ممكن لا، انا بحب جدا ان الكحك ياخد لون من فوق فهشغل الشوايه، اللون كده مظبوط جدا. انتوا لو بتحبوه ابيض سيبوه كده من غير ما تشغلوا الشوايه. حتى كمان اللي بقى بالمنقاش بصوا جميل ازاي، والرسمه محافظه كده على نفسها وشكله جميل جدا، لا شقق مننا ولا الحشوه طلعت ولا اي حاجه. اللي احنا هناكله بس هو دوت اللي احنا هنحط عليه السكر البودر، لان السكر البودر بيرجع يطري الكحكيه. هنحفظ برضو الكحك بتاعنا في علب كده محكمه الغلق. رايي بقى في الكحك اللي هو على البارد ولا على السخن، انا بحب جدا الكحك المقدوح، لان السمنه المقدوحه بتخلي كده ان الدقيق معايا يستوي مره كمان، يعني بيستوي وانا بحط السمنه وبيستوي في الفرن، ولكن الاتنين حلوين جدا ودايبين، الحشوه من جوه طريه مش ناشفه خالص، وطعمه في النهايه في منتهى الجمال. وبس كده، كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله على خير، وباي باي.